بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة ومعدن الأسرار والأنوار والبركات، مع علم من الأعلام وقطب من الأقطاب والصالحين الأكابر، دفين زليطن ليبيا المباركة. هذا العلم الذي توفي سنة 981 هجري، وهو سيدي عبد السلام الأسمر ابن سليم الفتوري الإدريسي الحسني، يرجع نسبه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الولي الصالح سيدي عبد السلام الأسمر، وهو له مقام كبير في ليبيا، وله حظوة وله أنوار وهيبة ومقام، كيف لا، وهو من مشكاة النبوة، من مشكاة آل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام. هذا سيدي عبد السلام الأسمر له أثر كذلك كبير في تونس، سوف نتحدث عنه، وله أماكن عديدة وزوايا يذكر فيها ويصلى فيها على سيدنا محمد، وتسمى في تونس الطريقة الأسمرية، يعني نسبة إلى سيدي عبد السلام الأسمر. ومقرها يكون في الزاوية المباركة لسيدي أحمد بن عروس في المدينة العتيقة، مدينة تونس، قرب جامع الزيتونة المعمور، الجامع الأعظم أدام الله عمرانه. هذه الزاوية لماذا قد كانت الطريقة فيها لها قدم كبير؟ لأن سيدي أحمد بن عروس هو شيخ سيدي عبد السلام الأسمر، شيخه في الطريقة، يعني أخذ عنه العلم والمعرفة، فلذلك كانت الطريقة الأسمرية في الزاوية سيدي أحمد بن عروس لها أثر كبير، يذكرون فيها الله، يصلون فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون أحزابه المباركة. كان الشيخ رضي الله عنه وارضاه كثير الذكر وكثير التفكر وكثير الاعتبار وكثير الصلاة، وكثير من الذي يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في الشعر أحد الشعراء، يقول: أنا الأسمر سري فايح، فايح بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكي نعلم أن الصالحين يتنافسون سرهم وحبهم وجاههم ومقاماتهم في كثرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لذلك كان الشيخ له أثر كبير في تونس، له زاوية مباركة، وحنا نقولوا في تونس سوق سيدي عبد السلام، باب سيدي عبد السلام، وهي في باب سيدي عبد السلام فما زاوية يذكر فيها. وكما نعلم كذلك في الزاوية سيدي أحمد بن عروس كذلك يذكر فيها، لأنه فيها الأحزاب، له الحزب الكبير هذا لسيدي عبد السلام الأسمر. سمي سيدي عبد السلام الأسمر، كثير من الناس يظنون أن سيدي عبد السلام الأسمر كان أسمر البشرة، وهو خطأ. سيدي عبد السلام الأسمر سمي الأسمر لأنه كان يسمر الليل، ينتظر الليل لكي يحيي الليل بالذكر وبالأذكار وبالأوراد وبالالتجاء والتوجه والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. يعلمنا أن قيام الليل لها عبرة ولها أنوار، ولا بد من المحبين في الصالحين وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمون الليل في ذكر لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله. سيدي عبد السلام الأسمر يحبونه الصغار والكبار، طريقته طريقة وفق الشريعة والحقيقة، طريقة وفق طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعلمنا أن نذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وله قولة شهيرة: تذللوا فإن التذلل عند أهل الحقيقة عز ومقام. هذه القولة التي لابد من الإنسان أن يجعلها في كامل حياته، أن يتذلل إلى خالقه. أوصيكم بكسر النفوس فإنها مراتب عز عند أهل الحقيقة. هذه الأعلام وهذه الصالحين ما هو سرهم؟ ما هو عشقهم؟ ما هو قربهم؟ لا يوجد شيء إلا لأنهم كانوا من المخلصين إلى الله سبحانه وتعالى، محبين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدي عبد السلام الأسمر مدح الصالحين متاع تونس، نذكر منهم سيدي يونس، قال قبل مجيئه: يجي يونس لتونس
وهذه القولة قبل بمجيء سيدي يونس بالعديد من السنوات. كذلك مدح سيدي أحمد بن عروس، يقول فيه: أحمد بن عروس هاجر الفرش، مجلي الذبابة، يد على دفة العرش، عينيه مفاتيح بابه، ما يصير في الكون إلا ما يقرأ حسابه. وكذلك له العديد من المدح لسيدي أبي الحسن الشاذلي، يقول: وقفت على بابك وقريت جميل أحزابك، وغيرهم من الأشعار ومن الأذكار. وهذا ما يدل إلا على حبه للصالحين وحبه لآل البيت. مدحوك وقد بلغوا بمديحك لك أنوارا، ولم يعلموا أن للقلب بحبكم قد فاق أسرارا. يا عبد السلام